ليس مجرد ناشط سياسي يحرض أهالي حمص على التظاهر، بل هو رمز وملهم الشباب السوري الثائر لحريته وكرامته. عبد الباسط ساروت حارس المرمى الذي أضحى منشدا لأغاني الثورة السورية. أينما حل في مدينة حمص ألهبت كلماته المتظاهرين، فإذا به أشبه بقائد أوركسترا تعزف سيمفونية الثورة. حمص شباب برا على حب النبي كله يا شباب. هو الصوت في مواجهة الرصاص، يصفه أصدقائه بالحارس الأمين لمنتخب شباب الثورة في منازلته التاريخية مع النظام. عبد الباسط الذي أرق النظام بأناشيده وضعت القوى الأمنية جائزة مالية لمن يساعد في إلقاء القبض عليه. أصيب عبد الباسط حين حاول الشبيحة اغتياله. قتل الجيش أخاه وليد وقصف منزل عائلته في حي البياضة، وبات عبد الباسط طريد الشبيحة والقوى الأمنية. الحنجرة في مواجهة البندقية ظاهرة صنعتها الثورة السورية معلنة ولادة جيل جديد سلاحه صوته في بلد لطالما وصف بمملكة الصمت. أنا الشاهد حلمي يمه بشهادة. اتهم ساروت النظام بالسعي إلى قتله بعد أن أهدر دمه بدعوى سعيه إلى إقامة إمارة إسلامية في حمص، ورغم المصاعب لم يتراجع عن دعوته للثورة. بدنا الحظر الجوي، لأنه الحظر الجوي لأن احنا عم نطلع بالشوارع عم يضربونا بالدبابات، عم يضربونا بالقوازف، عم يضربونا ونحن عزة، لأي بدنا نضل هيك عم يذبحونا بإيديهم. صار حارس المرمى ابنا للثورة، صورة لسوريا المستقبل، نقيض سوريا الأسد. يخشى أصدقائه عليه من بطش شبيحة النظام، يخافون على المنشد الأيقونة الذي بات جزءا من الوجدان الجمعي للثورة. يمضي عبد الباسط في الطريق الذي اختاره، يدرك جيدا أن من قطع حنجرة إبراهيم القاشوش قد لا يرحمه. يقول عبد الباسط: واهم من يعتقد أنه بإخراس صوت المنشد يكتم صوت الثورة، فهي أهازيج شبان وشابات سوريا ترسم طريقا لخروج بلدهم من واقع يصفونه بالمظلم نحو ما يرونه فجر حرية آت لا محالة.